بإذن الله النهاردة هنعمل مع بعض تزيين كيك شبابي كده. دايما بنغلب في تورتات الشباب. البنات بيبقى رزقها واسع في موضوع التورتات، ألوان وبهجة وبنبهات وحاجات كتير، إنما الشباب بيكونوا محدودين في كام تصميم كده. فالنهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض تزيين حلو. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لايك وشير واشتراك عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نشوف الفيديو مع بعض. أنا معايا هنا كيك مقاس 20. كيك مقاس 20 يعني 500 جرام دي اسبونج، وعليهم 6 بيضات، وعليهم تلت كوباية مية. وطبعا اخدت مني حشو وتغليف 300 جرام، 140 في الحشو و160 في التغليف، فتقفلت كده معايا 300 جرام كريمة. اول خطوة عشان الكيك معاكي يظبط لازم يكون متقطع تقطيع كويس. هسيبلك في صندوق الوصف طريقة تقطيع وحشو الكيك. تاني حاجة بفرد الكريمة زي ما شفتيني بفردها كده، وببدأ أجلس وأزود كريمة في الأجزاء اللي ما فيهاش كريمة كفاية. بالسباتيولا الأول إيدي ثابتة والطبق الدوار بيجري الناحية التانية، وبعدين ببدأ أدخل في مرحلة إني أستخدم السكرابر. أنا بفضل دايما السكرابر العالي مش السكرابر القصير، لأنه بيطول كل جوانب الكيك. معايا سباتيولا في ايد والسكرابر في ايد. ببدأ امسك السكرابر واشيل الزوايد واطلعها على السباتيولا. عايزه اقولك ان السكرابر وانا بشيل الزوايد بعدي لاكتر من نص الكيك وانا بسحب السكرابر لجوه. ما بشيلش من على الاطراف بس، لو شلت من على الاطراف بس هتعمل كرش وقبه من وسط الكريمه في وسط الكيك. انا عايزه السطح كله يبقى متساوي على الشعره. ببدأ امسك سباتيولا بحطها في ميه سخنه، ببدأ اجلس كده من بعيد عن الشارب ايدج، يعني الخربشه اللي في النص بس، ما بروحش ناحيه الشارب ايدج خالص لاني خلاص ظبطته. المفروض ان جسم التورته ده هو القميص يعني. فانا هبدا اعمل الحمالتين اللي بيكونوا على القميص عشان ابين ده شكل قميص. فجبت قطعتين باللون البني من عجينه السكر، وبدات اشيبهم على بعض بنفس المقاس. مهم قوي قوي في تورتات الجسم اللي بتبقى عامله زي جسم او كيرف او قميص او حاجه كده ستريت. لازم قوي قوي اهتم بان التفاصيل كل اتنين يبقوا قد بعض. هعمل حمالتين يبقى الاتنين قد بعض، فبالتالي لازم احط الاتنين على بعض وانا بسويهم. ما بعملش كل واحده لوحدها واتفاجئ ان في واحده تخينه شويه والتانيه رفيعه شويه. بخليهم قد بعض بالظبط. وكمان لازم احط سكرابر كده علشان اعرف انهم اخدين نفس الاستقامه، مش معوجين كده ولا معوجين كده. معايا العجله الدواره دي بتعمل خرام كده زي خرام الابره اللي بتعملها في الخياطه. لو مش موجوده عندك مفيش اي مشاكل، بسن الستيك بتاعه الشيش وبتخرميها بايدك خرم خرم جنب بعض كده، فبرضه بتاخد شكل ابره الخياطه اللي ماشيه في الحاجه. فهعملها سمبوكسه، واحده يمين والتانيه شمال، فهيتقاطعوا مع بعض وهيديني شكل حلو قوي لفكره الحمال. كده الحمالات دي خلصت، هجيبها على جنب. بدأت أمسك شوية من عجينة السكر اللون الأبيض وأعجنها بسي ام سي. الأشكال اللي بقى فيها مجسمات وعايزاها تمسك معايا وما تخنيش لازم أحط فيها سي ام سي كتير. في بديل للسي ام سي هقولك عليه برضو، بس بس البديل ده ما ينفعش نستخدمه هنا. انا هنا بعد ما عملت شكل مستطيل جبت تبين، واحد واسع والتاني صغير عشان اعمل شكل الازرار. عملت بالتب الواسع شكل الازرار، وبالتب الصغير حددت فيه في النص علشان اعمل الحردة اللي بتكون موجودة جوه الزرار. وبعدين بالقاعدة كده بتاعة عصاية الشيش مش بالبوز، بدأت أعمل ثقوب كده قصاد بعض، 2 أو 4 قصاد بعض، عشان أعمل شكل الزرار فعلا بتاع القميص. هعمل 3 كده وهركبهم في النص. دي اللي بتكون في نص القميص بالظبط. في مولد طبعا للزراير، بس بصراحة أنا مش عندي ومش ناوية أجيبه طالما بقدر أعمل الشكل من غير مولد. هدفع فلوس ليه؟ خلاص هعمله على إيدي. هحط هنا سنة مية صغيرة وهبدأ ألزقهم كلهم على الشريطة اللي في النص، بحيث وطبعا براعي قوي ان المسافة بين كل زرار والتاني تكون متساوية، لان هي فعلا بتكون كده كل عروة والتانية في فرق بينها متساوي. هنا انا عايزة اعمل شكل بيبيون او فيونكة اللي بتبقى موجودة على القميص. هعملها بلون يعني ايه، ايفوري فاتح.
انا عايزه لون اوف وايت، حطيت النقطه من اللون الايفوري على عجينه السكر اللي طبعا متضاف لها سي ام سي كتير جدا. احنا متفقين ان كل الاشكال دي متضاف لها سي ام سي، هتديني اللون الحلو ده. بدأت أفردها بالنشابة، وطبعا حاطة شوية نشا من تحت وشوية نشا من فوق عشان لما أفردها ما تلزقش في النشابة ولا في إيدي ولا في المفرش اللي أنا شغالة عليه. وعايزة أقول لكم إن البيتزا كاتر دي نينجا، يعني والله لو كانت ب 200 جنيه كنت هشتريها برضه، هي كانت ب 30 جنيه، بس حلوة قوي 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 في القطع وبتظبط الدنيا عن السكينة خالص. فهي معايا بقالها زمن وزي الفل. وبعد ما عملت شكل مستطيل كده جبت العجينة من النص وكشكشتها وضيقتها كده، لزقتهم في بعض وسبت الأطراف زي ما هي، وجيت من عند كل بوز وشديته سنة لبره عشان يعمل لي شكل فيونكة. كمان حابة أداري الجزء اللي من النص ده، فهبدأ أفرد كده قطعة من عجينة السكر. وبعدين هعمل إيه؟ بعدين جبت قطعة مربعة وهتنيها كده تانية من النص زي ما أكون بعمل لها كسرة، وببدأ أظبطها كده علشان خاطر تديني التانية أو الكسرة دي كده. كمان بساوي قوي الشوايب أو أي حاجة زيادة، لأن الحاجات اللي بيبقى فيها أشكال دي بتبقى عايزة سيمترية قوي عشان يبان إن الشكل حلو ومش مفنكش ومظبوط. لأن عجينة السكر أكتر حاجة بتبان فيها الحرفية من عدم الحرفية. لو سبتي التفاصيل الصغيرة تروح منك هيأثر كل ده على شكل التورتة في النهاية. نقطة مية صغيرة ولزقتها على الفيونكة كده، بقى شكلها عسول وجميل. وهنا عملت اسطوانتين كده رفيعين قوي قوي بنفس اللون علشان اعمل شكل المشابك اللي بيبقى مذهبه دي، اللي بتكون موجوده على الحمالات اللي موجوده على القميص. هتنيها كده كويس وبعدين هبدا اعمل ايه؟ هبدا احطها في شويه دست من غير اي سائل ولا حاجه، انا بس عايزاها تبقى مذهبه كده. لو حبيتيها مفضده تقدري تحطيها في الدست الفضي، نحاسي تقدري تحطيها في الدست النحاسي، لان الدست موجود بكل الالوان دلوقتي. فهبدا الفها كده وارولها كده شويه في الدست وبعدين هطلعها. انا هنا حطيت سنه ميه صغيره مكان ما هحط المشابك دي علشان تلزق فيها على طول، وبعد هثبت شكل المشابك دي عليها فهتديني منظر يعني شبه الحمالات فعلا اللي عليها المشابك فعلا. هنا كمان انا جبت شكل شنب، هنزل لكم الصوره بتاعته في المنتدى وهثبتها لكم عشان تاخدوها سكرين شوت وتبقى معاكم، ما تحتاروش في انكم هتجيبوها منين او هتطبعوها ازاي. قصيته كده وبدأت أعمل بالقطعة اللي معايا اللي باللون البني هفرد عليها شكل الشنب ده، يعني هرولها كده وافردها بسمك مثلا نص سنتي عشان لسه هحط فيها خلة، فلما احط الخلة ما تتكسرش لو هي سمكها رفيع. خدي بالك من التفاصيل. طبعا هرجع اقول لك تاني ان كل الاشكال اللي انا شغاله عليها دي متضاف لها سي ام سي. في بعض التورتات المجسمات اللي بنحتاج انها تشد معانا وتشيب وتاخد شيب معين كده وما ترجعش ترخي، لازم نضيف لها سي ام سي. في بديل للسي ام سي، لكن ده في الحاجات يعني الايه اللي مش هتشيل معانا حمل، اللي مش هتقف كده شارب لوحدها. هنا بعد ما خلصت شكل الشنب كده قعدت اساوي فيه واشيل كل الشوايب، لان زي ما قلتلك اهتمي بالتفاصيل الصغيرة، هي هتهتمي بيكي في الشكل المجمل للتورته في الاخر وهتبين احترافيتك. هتبدأي تجيبي أداة من أدوات نحت عجينة السكر وتبدأي تدي الشنب ده خربشة عشان تدي زي ما يكون الشعر بتاع الشنب ده الرياكت بتاعه التأثير بتاعه موجود في الشنب. وبعدين همسك خلتين كده من خلل الشيش وهبدأ أثبتهم في الجزء العالي اللي من تحت، لأن هو ده أول جزء عالي هيلمس التورتة وبالتالي مش هيبان شكل الشيش فيه. حطيت حزام صغنن قوي 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 من تحت عبارة عن قطعة رلتها كده وقفلتها كلها. طيب حطيت هنا كمان سنة نقطة صغيرة قوي قوي من الشوكولاتة علشان اقفل بيها التورتة اللي عندي واثبتها بالشكل الكويس ده، علشان القطعتين دول بتوع البيبيون ما يقعوش او ما ينزلوش او ما يبقوش حمل على التورتة، لان فعلا ما فيش اي حاجة شايلاهم غير
شوية السي ام سي اللي انا عاجنة بيهم. كمان ثبت الحاملين، لازم اراعي النسبة هنا والنسبة هنا. هنا حطيت صباعي وهنا حطيت صباعي عشان اخد نفس المسافة بالظبط من البيبيون للحوامل. هنا كمان حطيت شكل الشنب، نزلته كده بالراحة قوي 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 لانه متثبت على الشيش. هنا انا خلصت تورتة النهاردة، تورتة إليجانت وشيك ومناسبة جدا للشباب، بس انا لسه ما خلصتش تسعيرها. هعرفك التسعير وسعر التكلفة وسعر البيع بأسعار النهاردة. تعالوا دلوقتي مع بعض اقول لكم تسعيرها هيبقى ايه. انا استخدمت 500 جرام دقيق اسبونج ب20 جنيه، 6 بيض ب21 جنيه، نص كيس محسن جل ب3، 300 جرام كريمة المتحدة 48 جنيه، 120 جرام سكر ب2 جنيه و40 قرش، 40 جرام كاكاو ب4 جنيه، 200 جرام مربى حليب في الحشو ب18 جنيه، 400 جرام عجينة سكر ب16 جنيه، 30 جرام سي ام سي ب5 جنيه، علبة وبورد ب20 جنيه، معامل هلك ب20 جنيه، غاز كهرباء مية 15 جنيه، توصيل ب10 جنيه. إذا سعر التكلفة عندي يبقى 202 جنيه، تتباع أقل حاجة ب330 جنيه. ده سعر البيع، المكسب فيها يبقى 130 جنيه، وده ممتاز جدا للوقت اللي خدته. بإذن الله بإذن الله أتمنى أشوف تطبيقاتكم للتورتة دي، وهنزل لكم في المنتدى كل تطبيقات الفانيليات الشاطرة اللي معانا. دمتم بألف خير، اوعي تنسي اللايك والاشتراك. صباحكم دايما زي الفل.